ويا مساء الفل، يلا نعمل مع بعض بقى النهاردة وصفة مختلفة. دجاج على الطريقة اليابانية، تشيكن كاتسو أو دجاج الكاتسو. سهل جدا والصوص بتاعه طعمه يجنن ومكوناته بسيطة هتعجبكم. يلا نشوف الطريقة مع بعض. أول حاجة عندي هنا تفاحة هقشرها وهاخد نصها بس، وعندي كمان بصلة صغيرة، جزرة صغيرة، وفصين من التوم. هبدأ أقطعهم بنفس الشكل كده قطع صغيرة علشان يستووا معايا أسرع. وفي حلة عندي هنا معلقة صغيرة من الزيت، هشوح فيها البصل مع الثوم. بعد كده هنزل بالجزر وكمان التفاح، وهضيف ليها هنا معلقة صغيرة من الكاري، ملح وفلفل اسود بسيط. هضيف ليها بديل مرقة الفراخ، وهزودها هنا كوباية من المية، معلقة صغيرة من الدقيق. هسيبها تستوي تماما وهضربها بالهاند بلندر. وعلشان احضر الفراخ استخدمت هنا صدرين، قطعتهم بنفس الشكل كده ودقتهم، تبلتهم بملح وفلفل اسود وبابريكا، وطبعا مش محتاجين بهارات كتير. للتغطية كوباية من الدقيق وبيضة مع فلفل اسود، وعندي هنا كمان كورن فليكس، ونقدر نستخدم فتات الخبز او البقسماط الياباني. هقليها هنا في القلاية واخدت مني 15 دقيقة، حرارة 200 او 180. واسمعوا صوت القرمشة يا جماعة، خطيرة وكانت طعمها يجنن. هنبدأ هنا نقدمها. هي دايما بتتقدم مع رز مصري بدون أي إضافات، وهنضيف ليها الصوص. جربوها بألف هنا وشفا مقدما.